وقد كان السيد مية لفترة طويلة هو المسؤول. الكثير منا قد لا يعرف من يكون أحمد محمد ماتو رحمه الله. مستقيم سعيد الخير الكرتاني من هيئة الشرطة، وينتقل إلى التقديم ليس حكرا على أحد. إذا وجد الإنسان اليوم تفضل مشكور. هذا اليوم هو يوم احتفاء بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي الموحد، الذي يصادف يوم الخميس 4 من شهر مايو لهذا العام. هذا اليوم هو يوم الذي اعتبر فيه رجال المرور في قمة تكريمهم نظير الواجب الذي يقومون به، وهو حماية الأرواح على الطرقات العامة، وكذلك تأمين سلامة كل من هو على مركبته للوصول إلى وجهته آمنا. فبهذا اليوم أحيي كل زملائي من رجال المرور وزارة الداخلية، أحييهم تحية طيبة، وأسأل الله الشفاء لمن أصابته حوادث أثناء عمله، وكذلك أتوجه للعلي القدير أن يترحم على من انتقلوا إلى الرفيق الأعلى. فأقول لهم بأنكم رجالا قد أوفيتم بما هو مطلوب منكم، تحملتم هجير الصيف وحرارته، وكذلك برد الشتاء، وأنتم الجنود الذين تقفون على الطرقات في سبيل تسهيل حركة السير وانتقال الناس لتأدية أعمالهم بيسر وسهولة. في هذا اليوم أسأل الله لكم الدوام والصحة والعافية، وأسأل الله لكم السلامة المرورية من الطرقات التي تقفون عليها، وأتمنى لكم احتفالية جميلة، والسلام عليكم ورحمة الله. أقامت مديرية أمن غاد شأنها شأن مديريات الأمن بليبيا احتفالية بمناسبة أسبوع المرور العالمي وأسبوع المرور العربي الموحد، حيث كانت هذه الاحتفالية احتفالية لافتتاح برنامج الأسبوع المروري بمدينة غاد، وإن شاء الله سيمتد هذا البرنامج لمدة أسبوع كامل أسوة بمناطق الدولة الليبية. ويتخلل هذا الأسبوع ندوة علمية للتعريف بهذه المناسبة والتعريف بقسم المرور، ثم التوعية المرورية والثقافة المرورية بشكل عام.